هي دي العضلة اللي بتشفط الوسط وبتخلي شكل الوسط حلو حتى لو في سنة فاتس قدامها. على عكس باقي عضلات البطن اللي بتدي شكل السيكس باكس، العضلة دي هي اللي بتشفط البطن وبتشفط الكونتنس جوه عشان تدي شكل البطن المشفوط وشكل الوسط الجميل المشفوط من الجنبين ومن قدام. عشان تعرف تعمل التمرين ده بالطريقة الصح، نحتاج الاول ان احنا نعود مخك ونعلمه ازاي يشغل الماسل دي بالذات، لان تشغيلها اصلا صعب. وبعد ما نعلمه ازاي يشغلها، بنعلمه ونحافظ على التون بتاعها شغال طول اليوم في العادي. عشان كده لازم نعدي بكل بروجريشنز التمرين ده. بتعمل هولوينج وبتدي كيو لنفسك انك تشد البيلي بوتوم بتاعك ناحية السباين او تشد سرتك ناحية عمودك الفقري، وبتحاول تشدها من كل ناحية، يعني من قدام من تحت ومن قدام من فوق ومن الجنب اليمين ومن الجنب الشمال، وبتتأكد ان كل العضلات دي مشفوطة. المفروض تحس بوجع خفيف جدا، مش وجع السيكس باكس، مش وجع عضلات البطن القوية، لا، وجع عضلة صغيرة جوه، وجع بسيط بيشد البطن لجوه. حط ايدك على بطنك من قدام وبطنك من الجنبين وابدأ اشفط بطنك عشان تحس بيها كلها مشفوطة. وابدأ واحدة واحدة اتعلم التكنيك واعمله بالراحة لحد ما تتعلمه وتتعلم ازاي تشفط. لاحظ ان الغرض من التمرين ده ان هو يعلم البرين بتاعك ومخك ان هو في العادي يكون مشغل العضلة ومديها التون بتاعها انها تكون مشفوطة في العادي، مش ان انت شافطها بقصدك. ده اللي احنا بنحاول نعمله عن طريق بروجريشنز التمرين ده. بعد ما اتعلمت ازاي تشغل الماسل دي، بنبدأ نعملها في البوزيشن ده اللي هو الستاندينج بوزيشن. بتشفط بطنك وبتتأكد ان هي كلها مشفوطة، وبتعمل عدد الثواني اللي تحدد لك في التمرين بتاعك. لو احتجت صور نفسك وانت بتتمرن وابعت لنا، واحنا هنرد عليك في السبورت عن ازاي تعملها بطريقة احسن.